السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد جمال. خلونا النهاردة نتكلم عن التأتأة بس بشكل مختلف، بشكل مفسر أكتر. خلينا نتكلم عن النظريات المفسرة للتأتأة وإزاي هي بتحصل وإمتى بتحصل، وأكتر من وجهة نظر هنعرضها مع بعض. يعني خلينا بشكل عام نتكلم عن التأتأة بكل تفاصيلها بشكل يخليك بعد المحاضرة دي تقدر تبقى عارف كل تفصيل عن التأتأة بشكل مبسط وبدون دخول في التفاصيل وحاجات معقدة. التأتأة بتكون مشكلة بتحصل في التوقيتات الزمنية وفي الطلاقة الكلامية. يعني الشخص المتتأتئ أو اللي عنده تلعثم بيكون شخص عنده مشكلة في إنه يظبط توقيتات الكلام، وبيحصل له أعراض واضحة جدا في الطلاقة الكلامية. يعني بتظهر عنده المشكلة دايما في كلامه مش في نطقه. يعني لما بيجي يتكلم هو عنده لغة وبيعرف ينطق الحروف بشكل صحيح، ولكن أثناء الكلام نفسه بيحصل توقفات، إطالة، تكرار لبعض الأصوات. أحيانا التكرار بيصل إلى كلمة كاملة. يعني ببساطة الشخص المتتأتئ أو المتلعثم سواء إذا كان طفل أو شخص كبير هو شخص بيعاني من مشكلة حقيقية بتظهر معاه في الطلاقة الكلامية. ده بادئ ذي بدء. لو حبينا نتكلم أصلا عن تعريف التأتأة، ممكن التأتأة تبدأ تظهر عند الأطفال من سن 2 إلى سن 5 سنوات، ودي أحيانا كتير بتظهر عند أطفال كتير كنوع من التأتأة الارتقائية أو المرتبطة بتطور اللغة. يعني كل ما الطفل اللغة بتاعته تتطور كل ما التأتأة دي تختفي. أما إذا كان عنده مشكلة مرضية فهتبدأ مكملة معاه شويتين 3 لحد ما يوصل أحيانا من سن 7 ل 13 سنة. أعتقد لو بعد السن ده العلماء بيقولوا إن صعب الشخص يصاب بتأتأة إلا إذا كان عنده مشكلة مرضية واضحة. يعني حصل له أزمة في حياته، حصل له مشكلة كبيرة في حياته. أما التأتأة اللي بشكل عام بتظهر في مراحل الطفولة بتبدأ من سن 2 وصولا إلى سن 13 سنة، وبتختلف وبتتفاوت أشكالها مع استمراريتها مع الطفل أو توقفها. علميا بيقال إن نسبة حدوث التأتأة بتظهر في الذكور أكتر منها من الإناث. يعني إذا كان بتظهر في الذكور من 3 إلى 4 ذكور، وفي ناحية الإناث أو البنات فلبنت. يعني كل 3 ولاد بيكون قدامهم بنت واحدة بيحصل عندها تأتأة أو تلعثم. السؤال اللي هيتبادر في ذهنك دلوقتي، هل هناك أسباب واضحة للتأتأة أو التلعثم؟ طبعا في أسباب كتير وواضحة والعلماء اتكلموا عنها بشكل مستفيض جدا. هل في جزء وراثي في التأتأة؟ العلماء بتقول إن الأسرة اللي بيكون فيها أشخاص متتأتئين أو متلعثمين من ذي قبل بيكون في احتمالية كبيرة أو مش كبيرة قوي. يعني يقال إنها من 3 إلى 4% بيكون الشخص أو طفل جديد بيظهر في العائلة ممكن يصاب بالتأتأة لعدة أسباب. أول حاجة، ولو اعتبرنا إن في جزء وراثي، ولكن إن وجود طفل بيتعلم في بيئة مع أهله مع أشخاص تانية متلعثمين قطعا هيبدأ يتعلم الطريقة الخاطئة في الكلام، وقد يصل الأمر معاه إلى تأتأة وتزيد ويعني تستمر معاه وتبقى أشبه بمشكلة كبيرة عند الطفل كمان. عشان كده بيقال علميا إن التأتأة بتحصل أكتر في التوائم المتماثلة. أولا بسبب المقارنة ما بين التوأم، إذا كان في توأم ما بيتأتأش وفي توأم آخر بيتأتأ فبالتالي بيحصل مقارنة دائمة. او لو الشخصين ما بيتأتأوش بس في طفل متقدم شوية في اللغة او في الجسمان او في اي حاجة اخرى، فدايما بيحصل هنا فكرة المقارنة. وجود مقارنة ما بين طفلين بيخلي طفل تحت ضغط، فبالتالي ممكن يحصل له برضه تأتأة. هل ممكن يكون في تأتأة عند ضعاف السمع او الاشخاص اللي عندهم ضعف سمعي او ما بيسمعوش بشكل كويس؟ علميا بيقال ان نسبة حدوث التأتأة عند الاشخاص اللي عندهم ضعف سمعي بتكون قليلة جدا، وده حاجة غريبة. لكن هي مش غريبة علميا. ليه؟ لأن الأشخاص اللي عندهم ضعف سمعي بيتكلموا أبطأ، بيسمعوا أبطأ، ما بيسمعوش نفسهم كويس، وده بيقلل من فرصة حدوث التأتأة عندهم. في بقى نظريات كتير مفسرة للتأتأة. يعني علماء كتير عرضوا أشكال بتفسر ليه التأتأة بتحصل. لو مهتم اعمل لايك للفيديو وكمل معايا الفيديو للآخر عشان هقول لك مفاجآت في النظريات المفسرة للتأتأة دي، أو في علماء كتير قالت حاجات مفاجآت بداية من النظريات المفسرة القديمة وصولا إلى النظريات الحديثة اللي موجودة في الوقت الحالي. أول نظرية مفسرة لموضوع التأتأة هي نظرية السيادة المخية. يعني إيه السيادة المخية؟ السيادة المخية ببساطة إن أعضاء النطق والكلام زي الشفتين، زي اللسان، زي أي عضو مسؤول عن عملية الكلام، المفروض إن في إشارات دماغية
بترسل الى الدماغ عشان يبدأ الدماغ يديلك فيدباك او يديلك اللغة اللي انت هتقولها او الكلام اللي انت هتقوله. لو حصل هنا مشكلة ما بين نصفي المخ او الاشارات الموصلة او نقل الاشارة ما بين اعضاء الدماغ او ما بين نصفي المخ او ما بين الدماغ وبعضه او ما بين الدماغ واعضاء النطق، ممكن هنا يحصل مشكلة والشخص يتلعثم او يتأتأ. زي ببساطة كده لو عندك كمبيوتر والرام بتاعته ضعيفة او سرعة الانترنت عندك ضعيفة، فبالتالي ممكن لو بتلعب مثلا لعبة تلاقي اللعبة بتقطع، او بتتفرج على فيديو فتلاقي الفيديو بيقطع. هي نفس الفكرة ببساطة. في نظرية اخرى اسمها نظرية الفا المستثارة، كلمة معقدة قوي، لكن ببساطة الفكرة هنا ان اذا كان الشخص المتلعثم عنده مشكلة في كهرباء الدماغ، يعني لو اتعمل له فحص دماغي او فحص كهرباء الدماغ او الفحص اللي بيتعمل عشان نشوف كهرباء الدماغ، لو طلع عنده في الفحص مشاكل في كهرباء الدماغ، ده بيأثر برضه على طريقة نطقه وعلى طريقة كلامه، وقد يصل الأمر معاه إلى تأتأة. في علماء أيضا بيفسروا التأتأة إن عادة بيكون الطفل عنده مشاكل في الكيمياء الجسمانية، ممكن يكون عنده نقص في الكالسيوم أو في فيتامين د، ممكن ده يأثر برضه على قدراته في الطلاقة أو في الكلام. في نظرية مفسرة للتأتأة اسمها اضطراب التغذية السمعية المرتدة. يعني إيه؟ يعني لو الطفل أو الشخص الكبير ده بيتلعثم، ممكن يكون سبب التلعثم ان هو بيسمع نفسه بشكل خاطئ او بشكل سريع او بشكل ابطأ من الطبيعي. يعني عنده مشكلة في انه يسمع نفسه، يعني قدرته على انه يفسر كلامه اللي بيتقال بيوتره اكتر وبيزود التأتأة وبيقلل فرصة انه يبقى عنده طلاقة في الكلام. بس عادة بتحصل في الاشخاص اللي عندهم سرعة اكتر مش بطء، لان عادة لو الشخص عنده بطء في انه يسمع كلامه او يسمع صوته بعد ما بيقوله او الحديث اللي بيتكلمه، ده عادة التأتأة ما بتروح من عنده. يعني من ضمن اصلا طرق التأتأة او التلعثم ان الشخص ما يسمعش نفسه كويس، او نبطأ فكرة انه يسمع نفسه بشكل سريع. وفي علماء ايضا تبنت فكرة ان الشخص ممكن يبقى عنده مشكلة في النصف الايسر من الدماغ، عنده خلل عصبي او خلل في الخلايا المخيه تخلي الشخص يحصل له تأتأة او تلعثم. في نظريه اخرى خالص بتقول ان الدوبامين مرتبط بالتلعثم. الشخص اللي عنده الدوبامين عالي او كل ما جسمه ينتج او يفرز دوبامين بشكل عالي، كل ما الشخص ده يبقى عنده تأتأة او تلعثم، وسرعته في الكلام بتزيد وفرصه انه يتأتأ او يتلعثم بتبقى اكبر. وطبعا في علماء تبنوا فكرة ان التأتأة مرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي، يعني كل ما الجهاز التنفسي يكون فيه مشكلة كل ما تظهر مشاكل في التأتأة او التلعثم. عشان كده بنلاقي الاشخاص اللي عندهم تأتأة دايما بتلاقي عندهم مشاكل واضحة في طول النفس، في قدرتهم على التحكم في النفس. عشان كده بنلاقي من الطرق العلاجية المشهورة زي مثلا سميث او طريقة التنفس البطني بالتفصيل بتاعها، او استخدام النفس او اطالة الكلمة او الجملة بشكل عام، واستخدام الطرق اللي لها علاقة بالتحكم في النفس. في ناس ربطت ما بين التلعثم والسمنة، يعني السمنة المفرطة ممكن تسبب تلعثم او قصر في طول الجملة بالتحديد. يعني الشخص اللي عنده تلعثم او عنده سمنة زيادة ممكن تلاقي نفسه اقل، بتلاقي قدرته على التحكم في كلامه اقل، لان السمنة بتسبب مشاكل بشكل عام في الجزء التحكم والاسترخاء في الجسم. على رأس كل ده النظرية الأساسية أو المفسرة للتلعثم أنه مرتبط بالمشاكل النفسية والعصبية، وتحديدا هنا أنا بتكلم عن المشاكل النفسية زي الاضطرابات النفسية، الأمراض الذهنية، المشاكل لها علاقة بالصدمات أو بالخوف أو انعدام الثقة بالنفس. كل دي مشاكل بترتبط واسمها دايما بيرتبط بالتأتأة والتلعثم. في نظريات كتيرة جدا بتصل إلى فكرة الصراع ما بين الأنا والأنا العليا، وفكرة الخوف من الداخل أكثر منه من الخارج. يعني كل ما يكون الشخص اللي انت بتتكلم معاه له سلطة عليك، كل ما يكون فرصة ان الشخص يتأتأ. ودي بتحصل معانا احنا عادة كلنا. يعني ممكن تكون انت بتتكلم مع رئيسك، مع مديرك، مع دكتورك في الجامعة، مع أستاذك في الدرس أو في المدرسة، ممكن تغلط، لكن هل انت هتقدر تتخطى هذا التوقيت او هذه المدة اللي انت غلطت فيها وتكمل، ولا هتمسك الموضوع وتنحدر ويفضل مستمر معاك لحد ما يبقى عادة معاك وتبقى تأتأة دائمة؟ جينا نتكلم عن الأعراض الواضحة اللي بتظهر عند الأشخاص المتلعثمين. أهم عرض، ولو اتكلمت مع أي حد متلعثم هيقولك أنا بيحصل لي توقف
حالة من الانحباس من الكلام، وكأن إن أنا في حاجة وقفت هنا عند الأحبال الصوتية أو عند الحنجرة أو عند زوري أو عند صدري، وفي حاجة وقفت وطبقت عليا كأني حاجة اتحطت في زوري ومش عارف أتكلم. فكرة التوقف دي بتبقى عبارة عن إن الشخص من كتر التوتر أو فكرة إن هو مش قادر يتحكم في كلامه في عملية إخراج وتنظيم الأصوات والكلمات والنفس في آن واحد، الشخص بيحصل له انحباس أو بيحصل له يعني علميا هو اللي بيحصل ان الاحبال الصوتيه بتقرب من بعضها قوي لحد ما تقفل خالص الثنايا الصوتيه مع الاحبال الصوتيه، بتقفل خالص السكه، فبالتالي انت بتحس ان نفسك اتقطع او توقفت، لان انت مش قادر تتحكم بشكل كافي في تنظيم عملية النفس وتنظيم عملية اخراج الكلام. ممكن تلاقي الشخص المتلعثم عنده انخفاض في حدة وشدة الصوت، يعني تلاقي دايما صوته واطي او بيحاول يتجنب المواجهة والصوت العالي والقوة في الكلام، وتلاقي دايما صوته بيحاول يخبيه او بيتجنب المواجهات المباشرة في الكلام. ده بخلاف طبعا الاعراض الاساسية اللي معانا زي قلنا التوقف منها الاطالة، يعني ممكن تلاقي شخص بيضغط على الحرف قوي ويطول فيه او يكرر بعض الاصوات بشكل متكرر وممكن يمسك كلمة يكررها. ده بخلاف طبعا اللازمات اللي بتبقى معاه. وعادة الاشخاص اللي بيحصل لهم توقفات اكتر بتلاقي عندهم حركات لا إرادية أكتر، بيبدأ يحرك راسه، يعني يحرك مناخيره، يعني يعمل حركة بإيده بوشه، المهم ان هو يحاول يخرج من الأزمة أو التوقف اللي حصل له فجأة ده. ممكن تلاقي الشخص المتلعثم عنده مشكلة في كمان حركة العين، بؤبؤ العين بتاعه بيتحرك أو عينيه أو النني بيتحرك يمين وشمال بشكل سريع، بيتجنب التواصل البصري المباشر مع الشخص اللي بيكلمه، ودي أزمة كبيرة جدا. ممكن تلاقي شخص بيصل معاه الأمر إلى رعشات، يعني ممكن يحصل له رعشة في ايده، يحصل له رعشة في الذقن من تحت، النص اللي تحت الفك السفلي، ممكن يحصل له توتر ويبدأ يعني يحرك في ايديه، يحرك في رجليه، ممكن يحصل له تعرق، ممكن يحصل له زيادة في ضربات القلب. كل دي اعراض فسيولوجيه بتظهر على الشخص المتلعثم. اذا عجبتك حلقه النهارده قولوا لي في التعليقات ان احنا محتاجين نكمل مع بعض عشان نكمل السلسله ونشرح المحاضرات الكامله بتاعه التأتأة. ده الجزء الاول او المحاضره الاولى بشكل بسيط او بشكل سريع، ما حبيتش اطول فيها، ممكن بعد كده نبدا نكمل ونشرح حاجات اكتر فاكثر. اذا لقيت تفاعل ان شاء الله نكمل مع بعض، قولوا لي في التعليقات، بس عايز اسمع منكم ارائكم وتقولوا لي اذا كنتم محتاجين نكمل شرح من عدمه. وبرضه هتلاقوا هنا في القناة فيديوهات كتير أنا عاملها، عامل سلسلة كاملة عن طرق أصلا علاج التأتأة والتلعثم وشرحت أكتر من طريقة، وإن شاء الله نكمل شرح في الموضوع ده. كان معاكم أحمد جمال، إن شاء الله أشوفكم المرة الجاية. سلام.